السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي هانيه؟ اموركم بخير وعلى خير؟ كي دايرين مع هذا البرد هذا؟ ايوا الحمد لله على كل حال. بالنسبه اليوم راه جيت وجبت لكم عاوتاني الجديد كيف ديما، واخا غبرت عليكم هاد العطله هذه ديال الوليدات. وانتم كتعرفوا الدراري الا كاينين في الدار راه ما يمكنش ديري شي حاجه هكا تدوي ولا تهضري تيكون الصداع ديالهم. المهم هادشي اللي كاين. ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الدار اللي غادي نحط لكم كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا هي راه جات في وسط مراكش، جات في كيليز، وبالضبط بين القشالي. اللي كيعرف بين القشالي راه غادي يعرف هذه البلاصه هذه. بالنسبه لهاد الدار هذه هي راه تحتيه حره. فيها في المساحه ديالها 100 متر كاري. هي راه مسقفه بالعود والقصب، ومديور عليها التوب والكبس من الفوق. غادي تشوفوها دابا فاش غادي ندخل ليها. هادشي اللي كاين. والدار راه حره كما كتشوفوا. بالنسبه للورق ديالها راه تنازل، الكتبه عند المحامي. هادشي اللي كاين. ودابا غادي تشوفوها في هذا الفيديو هذا. هي هذه الدار، هذه هي الدخله ديالها. هي راه كبيره تبارك الله، فيها كما قلت لكم 100 متر كاري. هانتوما هذه هي الدخله ديالها. المهم الاخوان الاخوات، بالنسبه للثمن، الثمن اللي مطلوب في هذا المنزل هذا هو 27 مليون. هذا هو الثمن. وبالنسبه للثمن راه قابل للتفاوض. اللي بغى الدار وعجباتو بغى يشوفها، راه كاينه المفاهمه في الثمن. هادشي اللي كاين. وهانتوما كتشوفوا الدار، فيها القاع الدار كبير، وفيها بيوتا، وفيها هاد البلاصه هادي راه مسقفه بداك الحديد. وبالنسبه لرقم الهاتف غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اللي بغى يشوفها مرحبا به، راه المرا ديما كتكون في صندوق الوصف. واللي عنده شي حاجه بغى يبيعها، منزل، شقه، مرحبا به، ما عليه غير يتواصل معنا في الواتساب، راه كنخليه حتى هو في صندوق الوصف. والله يسر الجميع. ودابا غادي نخليكم تكملوا هذا الفيديو هذا. راه كلشي كيبان. هذه الكوزينه، وغادي تشوفوا البيوت ديالها. الله يسر الجميع يا ربي امين. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه باش تحفزونا، واحد اللايك باش ديما نشوف لكم الجديد ونحط لكم شي حاجه في المتناول الجميع، لا في الثمن لا في كل شيء. هادشي اللي كاين. وغادي نخلي لكم دابا واحد السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الهنا والراحه.